واش تقدر توقف مقبره مهجوره بوحدك واش تقدر توقف وسط مقبره مهجوره بوحدك مورا نص الليل؟ في مدينه مكناس، مصطفى طالب جامعي تيقرا التاريخ، معروف بين صحابو انه تيموت على التحديات. في واحد الليله الريح تتصفر وسط شجر ديال الزيتون يابس والسما مظلمه وما كايناش القمره. ديك الليله قال لصحابو غادي ندخل المقبره ديال سيدي بوالفقير ونصور فيديو باش نوريكم ان كل شيء خرافات. دخل من الباب اللوراني ديال الحديد اللي اصلا طايح نصو في الارض. كل خطوه وسط المقبره كانوا كيتسمعوا الخطوات ديالو في وسط الورق يابس. الجو بارد بزاف وبرد فيه الدم وجمدوا ليه صباعو. قدام واحد القبر قديم لقى واحد الحجره مكتوب فيها 1890. اللي مات هنا ما معروفش. الكلمات غرقات في وسط الربيع اللي نايض كتير تما، ولكن الوضوح ديال الكلمات خلاه يتجمد. ساعه من ورا ظهرو سمع واحد النفس ثقيل بحال شي واحد تيتنفس موراه مباشره. تلفت ما كاين حتى واحد، ولكن الظل اللي شافه في الكاميرا ديال البورطابل بدا يتحرك بين القبور. بشويه بان ليه الشكل ديال واحد المراه لابسه جلابه بيضاء، شعرها طويل وبحال الا فازق، واقفه وساكته. هاد المره مصطفى شداتو الخلعه ديال بصح، غوت وقال لها شكون انتي؟ المراه ما تحركاتش من بلاصتها، بقات واقفه وتتشوف فيه. الارض تحركات حدا مصطفى، التراب بدا يتفرك بحال شي قبر بدا يتحل. مصطفى رجع للور وشاف واحد اليد مكمشه خارجه من القبر. طلع النفس وجمع الوقفه وبغى يهرب، ولكن رجليه خواو. واحد الراجل شيباني خرج من وسط التراب، جلده مكمش، ريحته خانزه، وعينيه حمرين بحال الجمره. المراه اللي كانت ورا القبور زادت قدام مصطفى وقالت ليه ما كانش خاصك تدخل، اللي تيدخل هنا تيولي ديالنا. مصطفى بداو تيبردوا ليه رجليه ويديه وعينيه بداو تيدمعوا وبدا تيغوت، ولكن حاس بحال الصوت ديالو ما مسموعش. تيعاود انه فاش فاق الصباح لقى راسو ناعس قدام الباب ديال المقبره، البورطابل طافي ورجليه مسخين بالتراب. رجع للدار هو تيتخيل الاصوات مازال كتسمع في ودنيه. الايام اللي من بعد ولات كامله كوشمارات. كل ليله تيسمع اصوات تتعيط ليه بسميتو. فين ما تيشوف في المرايه تيشوف ورا ظهرو شي ظل بدا تيقرب. صحته بدات تضعاف، عينيه دخلوا، ووالديه ديما تيبقاو يسولوه شكون تيبقى يهضر معاك في البيت. فاش تيتلاقى مع صحابو تيقول لهم ديما ان القبر تفتح والشيبان يبقى لاصق فيا. صحابو تيبقاو يضحكوا عليه، ولكن منين شافوا حالته تبدلات بداو تيشكوا ان داك الشيء بصح. والديه داوه عند واحد الفقيه معروف في مدينه مكناس. الفقيه اول ما دخل عند مصطفى شد ليه راسو وقال هذا الولد ماشي مريض عادي، هذا راه شاف شي حاجه من العالم الاخر. الفقهاء والرقاة داروا ليه جلسات طويله تيقراو عليه القران، تيعطيوه البخور والعشوب يشربها. كل جلسه كان كيطيح ويتركل بحال الا شي واحد كيتضارب من الداخل ديالو. واحد المره وسط الرقيه بدا تيغوت بنفس الصوت اللي سمع في المقبره، هو ديالنا ما تخليوش يمشي. العرق بدا تيطيح من وجه مصطفى وشي صوت غريب خرج من فمه، من بعد سكت. الايام اللي موراها كانت صعيبه، ولكن مع الصبر والرقيه بدا يتحسن. ما بقاوش تيجيوه ليه كوشمار وصحته بدات ترجع شويه بشويه. غير واحد الحاجه اللي بقات انه ديما فاش تيدوز من حدا المقبره تيحس بقلبه تيتجبد عليه، وبحال الا الصوت مازال تيعيط عليه من الداخل تيقول ليه انت ديالنا.